بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل أكلة حلوة كده خفيفة ولذيذة. هنعمل صينية سمك طاجن وسمك مقلي ورز صيادية وبابا غنون بطريقة سهلة وبسيطة، إن شاء الله هتعجبكم. ويلا بينا على المقادير. معايا هنا سمك بلطي منضفاه، وانا بحب اشقه كده من الجناب عشان يستوي من الجناب ميبقاش فيه دم ومتنضف. طحينة، معايا 3 انواع من الخضرة: بقدونس وكزبرة وكرفس، زيت، مستردة، بصل، ليمون وفلفل اخضر، ملح، كمون، توم، حوالي طماطمتين كده متقطعين، رز وبدنجان. يلا بينا نحضر لاكلتنا. معايا الكبة هنزل فيها بالثوم. الخلطة اللي انا هعملها دي هعتمدها في كل حاجة هعملها دلوقتي، هتشوفوا معايا. توم وفلفل وملح وكمون. معايا ليمونة كده هعصرها، وكل الخليط دهوت هضربه في الكبة فرم ناعم لحد ما ينعم قوي كده بالشكل دوت. وافضيه في اي طبق معانا، عشان انا هقسم الخليط دهوت على السمك وعلى الطاجن وعلى البابا غنوج. معايا معلقة كبيرة كده، حوالي معلقتين مستردة. المستردة بتدي طعم للسمك جميل قوي وبتشيل الزفارة منه. اقلبهم كويس بالشكل دوت لحد ما كله يختلط ببعضه. افتح السمكية كده وامسك الخليط كله من بره ومن جوه كده بالشكل دوت. بس اوريك واحدة تانية. احشي القلب، امسكي السمكية كده ادهنيها كده من بره ومن جوه، تديها طعم جميل قوي قوي قوي. نفس الحكاية برضو. بصي بدهنها ازاي كده بالظبط. هخلص الكمية وارجع لكم تاني. هنا بقى الخلطة اللي اتبقت هنزل بيها ببقية السمك. وليمونة كده، ونطق بقى السمك معايا كده زي ما انتي شايفاني كده. اقلبه كده كويس واسيبه حوالي نص ساعة وارجع له تاني. معايا بدنجانية كبيرة هشقها كده من الجناب. لازم تشقيها من الجناب طالما هتشويها على النار عشان ما تفرقعش في وشي. واحطها تتشوى. معايا طاسة هنا على النار، انزل بحبة زيت، ودول حوالي بصلتين. اقلبهم على النار. هنا انا عايزة احمرهم دهبي فاتح كده لحد ما يوصل اللون دهبي كده. دبلت على النار. بوريكم المراحل بتاعة تحمير البصلة عشان تبقوا عارفين خطوة بخطوة. كده اهو بقت دهبي فاتح. انزل عليها بالطماطمتين
وقرن فلفل اخضر، حبة حامي حبات تحطيه بارد براحتك، ومعلقة توم كبيرة. دي الخلطة اللي احنا كنا فرمينها في الكبة من شوية. واقلب. حبة ملح، ظبطي الملح بتاعك بقى. والخضرة، الخضرة دي اللي هي كرفس وبقدونس وكزبرة. كرفس بيدي للطاجن طعم جميل قوي. على فكرة الخلطة دي ممكن تعتمديها برضو في الطاجن بتاع السبيت. حبة فلفل اسود. قلبها كويس واسيبها على النار تتسبك لحد ما تحسي كده ان كله ساح في بعضه. هنا كانت الباذنجانية معايا استوت، كنت بجسها كده الاقيها طرية، اطفي عليها واطلعها في طبق واسيبها تبرد. هنا كانت اتسبكت اهيت، سبكت بس ما تنشفش، برضو تكون ملحلحة كده فيها مية. افضيها في قلب طبق واسيبها تبرد وهرجع لها تاني. هنا هعمل الرز. معايا حلة هنزل فيها حبة زيت، وانزل بحوالي بصلتين برضو مفرومين، واقلبها برضو. ايدي فيها على طول عشان ما تتحرقش مني. هنا بقى هحمرها تبقى جولد غامق، دهبي غامق. هنا البصلة مش محروقة، هنا البصلة جولد غامق. هنزل عليها بالرز ده مغسول ومتصفي. اشوح الرز مع البصلة كويس قوي. ننزل بقى بالملح، كمون، والشطة. بالشكل دوت واقلب. شوحيها كويس عشان الرز ياخد من طعم البصلة. واول ما تتشوح كده وتلاقيها خدت من اللون بتاع البصلة، انزلي بالمية المغلية اللي عندك. انا معيار الرز معيار المية، دول 4 كوبايات رز 4 كوبايات مية. ونقلبه واسيبه يتشرب. بصوا لونه. اوطي النار عليه واسيبه يستوي. هنا بقى هنعمل تبهيرة للدقيق بتاعنا. دقيق وحبة كركم، حبة كمون، وحبة ملح صغيرين، ونقلبهم كويس كده. احنا بهرنا الدقيق نبدر بيه السمك، صوص السمك بالتتبيلة بتاعته بكله. ابدره. غلفي السمكية بتاعتك كويس بالدقيق، وبعدين نفضيها منه بالشكل دوت. اهو برضو طعمه تحفة، جربوه هيعجبكم قوي. يلا بقى اشتركي في القناة وحطي اللايك. نبدر كل الكمية ونرجع تاني. معايا طاسة هنا على النار فيها زيت. الزيت اول ما قدح كده انزل بالسمك. اول ما ياخد لون ويستوى، تحسي ان هو اتحمر كده،
اقلب على الجنب التاني بالشكل دوت. هنا اتحمر معايا من الجنبين، اطلعه بقى في طبق. بالشكل دوت. بصوا لونه، كركم عطيله لون تحفة. اوريكم مستوي من الجنبين ازاي. هحط تاني سمك وهخلص الكمية كلها ونرجع تاني. هنا الرز بتاعنا استوى، بصوا لونه ومفرفر ومستوي وجميل ازاي، اخد مقدار المية بالظبط. هنا بقى كنت خلصت كمية السمك معايا، قليتها معايا الطاجن دوت. وزعت حبة في الأرضية وارص السمك. هنا قسمت السمك نصين، نص هعمله طاجن والنص التاني مقلي زي ما هو. وزعناه في الصينية من اللي معانا، ونحط عليه الخليط بقى ده كله. طاجن طعمه تحفة ولونه تحفة، هيعجبكم قوي والله. وزعيه كويس كده وقلبيه، وهنحطه في الفرن في الرف الأوسط على درجة حرارة عالية. عقبال بقى ما هنا يستوى معانا في الفرن، نعمل البابا غنون، نقشر البدنجان بالشكل دوت اهيت، قطعها من فوق كده وهرسيها كويس. بصي قلبها ابيض ازاي وجميله، مفيهاش بذر ولا اي حاجه. اول ما هرسناها كده ننزل بنقطتين خل بالظبط، حوالي معلقه خل ونص ليمونه. الخل هيخليه ابيض زي ما هو، مش هيغير لونه. نص معلقه توم من الخلطه برضو اللي احنا كنا عاملينها للسمك، ونقلب كويس. معلقتين طحينه، الطحينه دي على حسب الرغبه، انا حاطه معلقتين كبار علشان خاطر انا بدنجانيه واحده. بص اهو لما قلبناها، ظبطي بقى الملح بتاعك، حبة زيت حوالي معلقة، ونقلبه كويس اهو. بصوا لونه شكله وطعمه تحفة. نفضيه في اي بولة معانا او طبق للتقديم. وهنا السمك اهو المقلي حطيناه في طبق برضو، وحبة جرنشة كده. والرز برضو اهو هغرفه معاكم. بوريكي طريقة الغرف والتقديم وكل حاجة، عشان لو عندك عزومة تعرفي تظبطي السفرة بتاعتك بالشكل دوت. الولاد بتحب الشكل ده قوي. وهنا السمك بتاعنا اهوت، قعد حوالي 10 دقايق في النار، يدوبك اتحمر، هو مستوي من كل حاجة. انا مدخلاه بس يتحمر فوق الوش كده. بصوا لحمه ابيض، السمكة متماسكة، جميل قوي وطعمه جميل قوي قوي قوي.
جربوه هيعجبكم. بصوا شكله في الصينية، ده السمك المقلي. بصوا لونه، حبة الكركم مظبطين اللون قوي. البابا غنون والرز بتاعنا، ودي الأكلة بتاعتنا النهاردة. ده الشكل النهائي للأكل بتاعنا. يا رب يكون عجبكم، ولو عجبتكم الوصفة بتاعتي يا ريت تجربوها. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة، تحطوا اللايك وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد في أسرار الطبخ مع أم ربيع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.